تعرف وتفهم احتياجاتك زي ما قلت، تبتدي بقى تفكر طب انا شكل الحياه اللي هتبقى fulfilling بالنسبه لي وريتش، مش بمعنى فلوس بس بمعنى انها يعني غنيه نفسيا غنيه اجتماعيا، الحياه اللي هتبقى محسساني ان انا راضي عن شغلي ومستمتع بيه ومستمتع بحياتي ومرتاح وحاسس بفولفيلمنت، هتبقى شكلها عامل ازاي؟ حتى لو ده بره المتاح بالنسبه لك دلوقتي، بس انت محتاج تعرف اللي انت الحياه اللي هتبقى مثاليه بالنسبه لك من ناحيه الفولفيلمنت من ناحيه الاحتياجات شكلها عامل ازاي. وبعدين بعد كده نبتدي نعمل حاجتين، نبتدي نشوف ازاي في حدود المتاح بالنسبه لي دلوقتي اقدر اقربها للشكل ده، اقدر ازود فيها واعمل لها ريديزايننج، اعيد تصميم وتشكيل حياتي في حدود الامكانيات الموجوده حاليا علشان تبقى اقرب حاجه للي انا تخيلته ده او اللي انا نفسي فيه ده، بلس ان انا اعمل بلان ازاي ابتدي اشتغل على الحاجات اللي ناقصه. فانا مثلا let's say امكانياتي الماديه حاجه معينه، او امكانياتي الاجتماعيه او ظروفي الاجتماعيه، او علشان عندي ولاد صغيرين او whatever، ففي حدود للي اقدر اعمله دلوقتي. فابتدي افكر بشكل كرييتيف ايه كل الحاجات اللي اقدر اعملها في الحدود دي. واقدر اقول لكم يا جماعه from experience ان اغلب الناس بيبقى في حاجات كتير جدا ممكن تعملها في حدود امكانياتها الحاليه تخلي نفسها مرتاحه اكتر في حياتها، بس هم مش بيعملوها لانهم ما فكروش فيها، لانهم اولا مش عارفين احتياجاتهم، ثانيا ما جربوش يفكروا بشكل كرييتيف بالهدف ده. فلما نوصل ان احنا عارفين وبعد كده تخيلنا ايه اللي هيبسطنا، وبعد كده نبتدي نفكر بشكل كرييتيف واوت اوف ذا بوكس ازاي ازود حاجات في حدود امكانياتي تحسسني باللي انا عايزه احسه، هنلاقي حاجات كتير نعملها. دي اول خطوه. بلس بقى ان انا ابتدي اعمل بلان، اوكي لو انا محتاج ازود دخلي المادي عشان ابقى مرتاح اكتر، ايه اللي ممكن اعمله in the future عشان ده حاجه اشتغل عليها للمستقبل. لو انا محتاج اغير شكل حياتي الاجتماعيه، مثلا ما عنديش اصحاب كتير، فانا هشوف هعمل ايه دلوقتي في حدود الاصحاب اللي عندي، وبعدين ابتدي اشوف ازاي بقى هبتدي اعمل صحاب جداد، ازاي ابتدي اتصرف moving on في المستقبل بطريقه تسهل ان انا اتصاحب على ناس جديده مثلا او اتعرف على ناس جديده وهكذا.